يعني انتم بشرفكم فريق عنده مباراة ويريد يسوي رومنتادا ضد البايرن، وعنده مباراة قبل مباراة اللي هي ضد البايرن، بس تلعبون. هاي معنويات للجمهور، معنويات لكم، بس الدفتر المفروض اقل شيء تفوزون 4 حتى تروحون معنوياتكم عالية. تدرون انتوا ايش سويتوا؟ رفعتوا معنويات برشلونة لان ريحتوهم بالدوري، حتى لو خسرون ضد اسبانيول طبيعي، لان هو فارق عنده صار 6 نقاط. اذا تعادل يرجع 7 نقاط، ها اذا فاز يصير فارق يد، يصير فارق 9 نقاط. تخيل، يعني معنويات فول راح يصعدون برشلونة ضد اتلتيكو مدريد، يعني الرومنتادا صارت اسهل. بينما احنا معنويات زفت، متعثر امام جيرونا قبل المباراة، قبل الرومنتادا مالتك. شلون راح تسوي الرومنتادا بهذا الاداء اللي عندك؟ فينيسيوس يطب له المطبخ ما يسدد، تخيل هيك يعني. امبابي حق الجول يضيعها، هو والحارس يضيعها، من شفت امبابي هيك يضيع بس الدفتين. هدافنا يضيع هيك، خلف الله على فالفيردي، رقعهم صاروخ ارض جو، صح صح. بحيث الحارس ما قدر يصدها، صدها ودخلت. تخيل. لا ريال مدريد عباره عن نصفين، نصف الفريق كورتوا، نصف الثاني فالفيردي. كورتوا مصاب، ظل بس فالفيردي. هو سوى كل شيء بالملعب، هو يضغط، هو يهاجم، هو وسط، هو يدافع، هو يقطع كرات. تخيل هيك يعني. فالفيردي وين ما تروح تشوفه، هو يهاجم، هو يدافع، هو يمرر كرات، هو هذا فالفيردي. تخيل. عين الحاره بارده على فالفيردي. بغض النظر عن الجزاء اللي ما حسبت لمبابي، لسنا بحاجه للاعذار، لكن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه. شوف الدم، هاي مو جزاء بشرفك؟